تدرون شلون في لحظة توحده بس ممكن تقلب حياة الإنسان فوق تحت؟ لحظة صغيرة، رسالة تدخل على تليفون، أو صورة ما كان المفروض تنشاف، وتكتشف بعدها إن الدنيا اللي كنت حاسبها ثابتة طلعت كلها مبنية على وهم. أنا اليوم عمري 50 سنة، وإذا سألتوني عن أكثر يوم ما أنساه بحياتي بقول لكم ذاك الصبح اللي كنت واقفة فيه بالمطبخ أسوي الفطور، وما كنت أدري إن حياتي كلها بعد شوي بتتغير. خلوني أرجع فيكم شوي وراه. أنا بنت من عائلة بسيطة حيل، عشنا طول عمرنا بحي شعبي، لا فلوس ولا واسطة ولا هالسوالف. كنا عايشين على قد حالنا مثل ما يقولون، يوم نلقى ناكل نشكر ربنا، ويوم تضيق شوي نصبر. والدراسة بصراحة ما كملت فيها وايد، مو لأني ما أبي، لكن الظروف ما كانت تساعد. كنت أكبر وحدة بين أخواني بنات وعيال، وكل المسؤولية كانت تقريباً فوق راسي. أمي كانت تقول لي دايم يمه أنت الكبيرة ولازم تتحملين شوي، وأنا أضحك وأقول لا تحاتين يمه، أنا قدها. كبرت بسرعة، أسرع من عمري حتى، لين جاء اليوم اللي تعرفت فيه على الريال اللي صار زوجي. والله يا جماعة، أنا تزوجته عن حب، مو غصب ولا ترتيب عوائل، لا، أنا اخترته وهو اختارني، ومن أول يوم بينا كان في تفاهم غريب. مرت السنين سنة ورا سنة، لين صرنا اليوم مكملين 20 سنة زواج. وإذا بتسألوني عن حياتي معاه بقول لكم الصدق، ما كانت حياة رفاهية ولا فلوس زايدة، لكن كانت حياة فيها راحة. كنا عايشين على القليل، بس القليل هذا كان يكفيني. عمري ما قلت له ليش ما توديني هالمكان، ولا قلت ليش ما ألبس ماركات. أنا كنت أقول له دايم يا أبو فلان، أهم شيء نعيش مرتاحين، والباقي كله يهون. وكان يضحك ويقول والله إنج قنوعة يا بنت الناس، قليل اللي مثلج. لكن الشيء الوحيد اللي كان كاسر قلبي كان موضوع العيال. سنين طويلة وأنا أركض ورا الأطباء، مرة أقول يمكن المشكلة بسيطة، مرة أقول يمكن العلاج يبي وقت. كنت أروح لكل طبيب أسمع عنه. أذكر مرة قلت له ترى سمعت عن دكتور شاطر بالمستشفى الفلاني، قال لي بدون تردد يلا نروح له بكرة. أحياناً كان يمسك إيدي ويقول ترى مو كل شي بيدنا، اللي كاتبه ربنا بيصير. لكن قلبي ما كان يرضى، كنت أبي طفل، بس طفل واحد يملأ البيت حياة. جربت أشياء وايد، أدوية، أعشاب، علاجات، حتى رقية شرعية. مرة واحدة قالت لي كلام غريب وقالت إذا تبين تحملين جربي هالشي. طبعاً كان شي ما يخطر على بال، بس شوقي للأمومة خلاني أجرب أي شي. كنت مستعدة أسوي أي شي بس عشان أسمع كلمة ماما. لكن مع كل هالمحاولات ما صار شي. مرت الأيام، لين جاء ذاك الصبح. ذاك اليوم كان زوجي مستعجل وطلع من البيت بسرعة، ونسى تليفونه فوق طاولة المطبخ. أنا ما انتبهت بالبداية، كنت مشغولة أسوي الفطور. بعد شوي طن رسالة، قلت عادي يمكن واحد من ربعه. رجعت أكمل شغلي، ثانية طن، والثالث طن طن. التليفون ما وقف. قلت بيني وبين نفسي يا ساتر شو السالفة. مسكته بس عشان أسكته، ما كان في نيتي أفتحه. لكن اللي شد انتباهي إن الرسالة اللي ظهرت كانت كلها قلوب. وقفت مكاني قلت قلوب؟ قلبي دق بسرعة ويدي صارت ترجف. قلت لنفسي لا يمكن، أكيد شي عادي. لكن الفضول يا جماعة، الفضول دبحني. أنا أعرف رمز تليفونه من زمان. فتحت الجهاز وأنا حرفياً يدي ترتجف. وأول ما دخلت المحادثة انصدمت. صور، رسائل، فيديوهات، أشياء والله ما تنشاف. جلست أطالع الشاشة كأني مو مصدقة اللي أشوفه. قلت بصوت واطي لا مستحيل، هذا مو زوجي. قلبي كان يدق بقوة، وعقلي يقول لي يمكن مزحة، يمكن أحد مرسله بالغلط. لكن الصور كانت واضحة،
والمحادثات أوضح، وقعدت أعيد وأعيد القراءة. يمكن عيني خربطت، لكن لا، كل شي كان حقيقي. جلست على الكرسي بالمطبخ وأنا حاسة إنه الأرض تتحرك تحتي. قلت لنفسي معقولة بعد 20 سنة يطالع غيري؟ ما بكيت ولا صرخت، بس سكت سكوت يخوف. ذاك اليوم تأخر بالرجعة، ما دخل البيت إلا حوالي 3 بالليل. فتح الباب بهدوء وشافني نايمة، ما صحاني ولا قال شي، بس أخذ تلفونه وطلع مرة تانية برا البيت. أنا كنت صحيح بس مسكرة عيوني. أول ما طلع قمت بسرعة، طليت من الشباك لقيته جالس بالسيارة ويتكلم بالتلفون. قلت لنفسي أكيد هي. رجعت المطبخ وسويت لي قهوة، لأنه القهوة دايم تهديني وأنا أصبها بالفنجان. دخل البيت، شاف القهوة وقال حطي لي فنجان، شكلي محتاجها. قلت تفضل، وأعطيته الفنجان اللي كان قدامي. أخذ رشفة وفجأة تكشر وقال شلون تشربين القهوة بدون سكر؟ قلت بهدوء هذه قهوتي أنا ما أحط فيها سكر. رفع صوته وقال يعني سويتيها لنفسج؟ قلت إيه، بس أنت خديتها قبل لا أقول شيء. قال بعصبية واضح إن اليوم تدورين مشاكل. سكت، ما كان فيني طاقة أرد. راح جاب السكر وحط 4 ملاعق وهو يتمتم، وبعدها طالع فيني وقال في شي بخاطرج ولا بس ساكتة جذي؟ قلت وأنا أهرب بنظري ما في شي، بس الحقيقة كان في 1000 شي بقلبي. ومن ذاك اليوم بدأ الشك ياكلني من داخل. صرت كل ما يحط تلفونه أفتحه، أدور وفتش، أقلب كل شي. الغريب إني ما كنت ألقى شي بعد ذاك اليوم، لكن الشك إذا دخل القلب خلاص ما يطلع بسهولة. بعد فترة زوجي حصل شغل بعيد عن المنطقة تهيته، صار يسافر ويرجع، والغريب إنه صار يهتم فيني أكتر. كان يدق علي بالليل ويقول ها شخبارج، اشتقت لج. وأحياناً يقول جهز العشاء أنا بالطريق، وكنت أقول له الله يجيبك بالسلامة. بصراحة مع الوقت بديت أنسى موضوع الصور شوي. مرت 3 أو 4 سنوات والأيام كانت هادية، لكن المشاكل ما كانت بس من هالناحية. كان في شي ثاني يضيق صدري، أهله. أمه بالبداية كانت طيبة معاي، بس بعدين تغيرت. واضح إنه بعض كناينها كانوا يعطونها كلام عني. مرة قالت لي وهي زعلانة أنتي ما تزورينا مثل قبل. قلت لها بهدوء يمه أنا دايم حاضرة إذا تبين شي، لكن واضح إن في ناس كانوا يحرضونها. أخوات زوجي كانوا متفقين علي، كنت أروح عندهم وأساعد وأطبخ وأسكت، لكن عيالهم كانوا يقلبون البيت فوق تحت. مرة دخلت المطبخ وسويت طبخة للكل، طلعت الدقيقة ولما رجعت لقيت القدر فاضي. قلت أضحك ها وين الأكل؟ قال واحد من العيال خلصناه، وأنا أقول بنفسي يا ربي حتى الشيخ ما ذاق. لكن كنت أسكت، ما كنت أحب المشاكل، أقول دايم خلهم، أهم شي بيتي وزوجي. ورغم كل شي كنت أجمع فلوسي شوي شوي. زوجي كان دايم يقول لي خبي تا بكرة نحتاجها. فعلا بعد سنين قدرنا نعدل البيت شوي، سوينا مطبخ جديد وحمام داخل البيت، لأن زمان الحمام كان برا بعيد عن البيت. وكنت أقول له يوم خلصنا تصدق حتى لو ما رزقنا ربنا بعيال أنا راضية، الله كريم، يمكن الفرج قريب. بعد ما خلصنا البيت وعدلناه حياتنا صارت أهدى شوي. إحنا أصلاً ساكنين برا المدينة بمنطقة ريفية، مثل ما يقولون بدوار بعيد عن الزحمة. البيت كان بسيط بالبداية، بس مع الوقت طورناه شوي شوي. زوجي بنفسه اشتغل فيه، كان يعرف بالبناء والتركيب،
فركب البلاط وسوى الأرضيات بإيده، واشترينا فايونس للمطبخ والحمام، وكل شي سويناه خطوة خطوة. كل واحد يزورنا كان يقول ما شاء الله البيت صار مرتب، وأنا أقول الحمد لله تعب سنين. قبل هالتعديلات حياتي كانت متعبة شوي، خصوصاً موضوع الماء. إذا أبي أستحم لازم أسخن الماء بقدر كبير وأوديه للغرفة وأتروش هناك، وكانت العملية تاخد نص يوم تقريباً. لكن بعد ما سوينا الحمام داخل البيت صار كل شي أسهل. لكن مثل ما يقولون مو كل شي يدوم. بعد فترة من ما خلصنا البيت بدأت ألاحظ تغير على زوجي. بالبداية كان يتصل فيني كتير لأنه يشتغل بعيد عن البيت، لكن مع الوقت المكالمات خفت وصار كلامه معي مختصر. أنا كنت شاكة من زمان بسبب اللي شفته بتلاقونه قبل، فصرت أراقب الوضع أكتر. يوم من الأيام فتحت تلفونه ولقيت رقم يتصل فيه كتير، مو مثل باقي الأرقام. هذا كان يكلمه نص ساعة وأحياناً أكثر. قلت لنفسي لازم أعرف منه هذه. سجلت الرقم عندي، ويوم شفته يتصل مرة ثانية دقيت عليه من تلفوني. ردت وحدة، قلت لها مباشرة أنت منه وليش تكلمين زوجي؟ استغربت وقالت أنت غلطانة، أنا متزوجة وعندي زوج. لكن أنا ما صدقتها. قلت لها بعصبية اسمعي، ابعدي عن زوجي وخلاص. سكرت الخط، لكن الشك ما راح. بعدها بفترة زوجي غير رمز تلفونه وما عاد يعطيني الكود مثل قبل. صرت إذا حصلت فرصة أحاول أعرف الرمز وأفتح الجهاز، لكن كل مرة كان يغيره. الموضوع تطور أكثر لما اكتشفت إنه عنده تلفون ثاني. بالبداية ما كنت متأكدة، كان يجيب تلفون عادي ويحطه قدامي بالبيت بدون رمز وكأنه ما عنده شي يخبيه. لكن يوم كنت أنظف البيت شفت تلفون ثاني يشحن على الطاولة، وأنا أمسح الغبار طاح مني على الأرض وانفصلت البطارية. وأنا أجمع القطع لاحظت إن ما في شريحة. قلت غريبة، وين الشريحة؟ فتشت شوي ولقيتها مركبة بجهاز تاني. لما ركبتها بالجهاز الأول دقيت على الرقم اللي شفته قبل، والتليفون التاني اللي بالسيارة هو اللي رن. هني تأكدت إنه مخبي جهاز كامل عني. ذاك اليوم زوجي كان طالع يزور أخته المريضة. استغليت الفرصة ورحت للسيارة وفتحت التلفون التاني، لقيت فيه أشياء كثيرة، مكالمات ورسائل. رجعته مكانه بسرعة ودخلت البيت. كنت ناوية أجيب تلفوني وأصور كل شي دليل، لكن فجأة حسيت بدوخة قوية. ما تذكرت شي بعدها، فقط لقيت زوجي فوق راسي يصب علي ماء ويقول شنو فيج؟ ليش طايحة بالأرض؟ قال إنه دخل البيت والآن مغمى علي، وداني الطبيب، والطبيب قال إن عندي ضغط نفسي وأعطاني أدوية. بعدها صرت أخذ علاج للقلق. كنت ناوية أواجهه بالتلفون، لكن يوم جيت أتكلم حسيت نفسي مترددة. قلت يمكن الأفضل أسكت شوي لين أحصل دليل واضح. تاني يوم الصبح طلع للشغل كالمعتاد، وبقيت أنا بالبيت. ما قدرت أجلس وحدي، قررت أروح بيت أهلي. ذاك اليوم كانت أخواتي كلهم مجتمعين هناك، كل وحدة معاها عيالها، والبيت مليان حركة وضحك. أنا كنت جالسة بينهم بس عقلي بمكان تاني. كنت أشوف عيال أخواتي يلعبون، وفجأة جاتني فكرة. قلت لنفسي ليش ما أتبنى طفل وأربيه؟ ضل الموضوع يدور براسي طول الليلة. آخر شي قررت أكلم زوجي وأسأله. دقيت عليه وقلت له لو جبت طفل أربيه شرايك؟ قال بسرعة إذا لقيتي طفل وتبغين تربينه جيبيه. قلت له أنت موافق؟ قال إي موافق. بعدها بفترة رحت البلدية أسأل عن الإجراءات. بالصدفة قابلت وحدة كنت أعرفها زمان، كانت مربية طفلة مو بنتها،
فجلست أسألها عن الموضوع. قالت لي خلي رقمك عندي، بسأل أختي لأنها تشتغل بمؤسسة تساعد بهالموضوع. عطيتها رقمي ورجعت البيت، وبعد فترة نسيت الموضوع. مر تقريباً شهر أو أكثر. يوم من الأيام اتصل فيني رقم غريب. بالبداية ما رديت لأني ما أرد عادة على أرقام ما أعرفها، لكن بعدين وصلني منها رسالة تقول أنا فلانة اللي قابلتك قبل. رديت عليها، قالت لي لقيت لك وحدة حابة تعطي طفل للتربية، بس لازم تكونين جادة بالموضوع. بعد ما استقريت مع البنت اللي تبنيتها، الأمور مشيت رسمي عن طريق الجهات المختصة، وتمت الإجراءات بشكل نظامي لين استلمتها بشكل قانوني. جبتها البيت وسميتها إكرام، وبدأت أرتب حياتي على أساس وجودها. زوجي كان في البداية يجي البيت كل فترة متباعدة، يقعد يومين أو 3 ويرجع لشغله، وكل ما أسأله يقول إنه مرتبط بعمل بعيد. ما كنت أضغط عليه، لكن لاحظت إن زياراته تقل أكثر مع الوقت، وصار يعتمد على الاتصالات فقط. مع مرور الشهور، خصوصاً مع دخول رمضان، صار حضوره شبه معدوم، وما كان يجي إلا في أيام قليلة جداً. حتى في العيد كان يختصر الزيارة ويرجع بسرعة بحجة الشغل. حاولت أفتح الموضوع معه أكثر من مرة بخصوص تصرفاته وتغيره، لكنه كان يتجنب النقاش، وإذا طولت في الكلام يرد بعصبية ويقفل الموضوع، وأحياناً يصير بيننا خلاف وينهيه بسرعة. بقي الوضع على هالحال فترة طويلة، إلى أن بدأت أشك رسمياً بموضوع زواجه من امرأة ثانية. كنت أحاول أتحقق بهدوء، أدور أدلة بدون مواجهة مباشرة، لأنه كل مرة أواجهه ينكر. كنت أفتش في تلفونه وأدور على أي شيء يثبت ظني، ومع الوقت جمعت أكثر من دليل، لين تأكدت إنه فعلاً متزوج من امرأة ثانية. لما واجهته بالدليل اعترف مباشرة. بعد الاعتراف الأمور تطورت إلى خلاف كبير، واضطر الوضع يوصل للمستشفى بسبب توتر شديد. بعدها رجعت لبيت أهلي وشرحت لهم كل التفاصيل، وهنا العائلة طلبت مني أتركه. لكن الموضوع ما كان سهل بالنسبة لي، لأنه عندي بنت صغيرة وكنت خايفة عليها أكثر من أي شيء. حضانتها كانت مرتبطة باستقرار البيت، ما كان عندي استعداد أخاطر فيها. بعد فترة اكتشفت إنه الزوجة الثانية كانت على علاقة معه من سنوات، وكانت حياتها مستقرة مادياً، عندها عمل وبيت وسيارة. يعني ما كان الموضوع مادي من جهتها، بل كانت شريكة كاملة في حياته الثانية. في النهاية بقيت في وضع صعب بين قرار الانفصال أو الاستمرار حفاظاً على البنت. شروط العائلة كانت واضحة: إذا صار طلاق، موضوع الحضانة ممكن يتأثر. لهذا السبب قررت أستمر مؤقتاً حفاظاً على بنتي رغم كل اللي صار، وفضلت أركز على استقرارها قبل أي شيء ثاني. وهذه كانت المرحلة اللي غيرت مسار حياتي بالكامل.